السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا أعرفكم شرح سريع عن المكنة الكيوسيرا ال4035 أو ال5035. بس عايزك تركز معايا في الفيديو لأن أعرفك شوية أخطاء كده بيقع فيها الناس وبيبقوا مش فاهمين، وطبعا ده بيؤدي إن المكنة بتبوظ بسرعة. أولا، ده الباب الأساسي بتاع المكنة، تمام؟ وده مكان علبة الحبر. علبة الحبر لما تحب تملاها أنصحك إن أنت أول ما تجيب يعني أول ما تكون لسه جايب المكنة ما تفكرش نهائي إن أنت تحط في العلبة دي حبر إلا لما تفضى خالص، إن هي خلاص تديك أدنج تونر. بعد كده تبدأ تملى لها الحبر بتاعها، لأن لو أنت ما تلاقي حبر في الوقت ده هتديك أرضية. تاني حاجة، المجموعة بتترفع لفوق كده وبتشدها لبره، بحيث لما يكون في حشر في المكنة تلاقيه في المكان دوت، تمام؟ أو زي ما انتوا شايفين كده باللوك ده كده برفعه لفوق واطلع المجموعة لبره، ولو في ورقة محشورة أو حاجة بتبقى جوه هنا في بطن المكنة، تمام؟ بعد كده بنقفل الباب بتاعنا، وده الدرج. ندوس على السوسته ديت، بنحط الورق بتاعنا هنا، بعد كده بنقفلها، السوسته بترد لوحديها. وده الباي باص، تمام؟ المساعد التاني لو يعني زيه زي الدرج التاني بالظبط، تمام؟ وعايزك تركز معايا في المعلومات دي كويس جدا علشان بجد هتفيدك وما تطلعش من الفيديو، لان الفيديو ده مهم جدا. كده هنشغل مكانتنا. عايز اعرفك حاجه تانية بقى، ان هنا بتبقى في حاجه اسمها علبه العادم. دي الزباله بتاعت الحبر، بتدوس على اللوك كده تقوم جاي مطلع علبه العادم دي كل فتره، لما تتملى تقوم جاي مفضيها في باسكت الزباله، وبعد كده راجع حاططها تاني، تمام؟ والمكنه بتاعتنا بقى بنتعامل معاها ازاي؟ ركز بقى معايا في الفيديو. انت كل معاملتك اولا هتبقى عن طريق الكوبي. اول ما تجيب المكنه بتاعتك، اول حاجه تعملها ان انت تطلع تيست من المكنه، بتدوس على الزرار الصغير ده اللي هو السيستم، تمام؟ بتدوس على كلمه ريبورت اللي هي تالت واحده دي، معلش عشان ما جاتش. ريبورت. كل حاجه بتتعمل في الشاشه دي بالضفر بتاعك مش بالصبع، علشان بالصبع هتعلق. ريبورت برنت ستيج بيج. بعد كده بندوس يس. دي اول ورقه انت بتطلعها من المكنه عشان تعرف عداد المكنه بتاعتك وتعرف هي عامله عداد قد ايه، تمام؟ تمام، هي كده طلعت لي التيست بتاع المكنه. بعرف ازاي بقى المكنه عامله عداد قد ايه؟ عن طريق ان انا ببص هنا اهو مكتوب حاجه اسمها توتال 157,000، تمام؟ يبقى المكنه بتاعتي ديت عامله 157,000 كده، تمام. طب احنا نتعامل معاها ازاي؟ بنصور ازاي من عليها وكده؟ اول حاجه احنا بندوس على الكوبي، تمام؟ ده مقاس الورق الاي 4 والباي بوس، ده الدرج الاولاني، والتحت دوت الباي بوس ده، تمام؟ تاني حاجه يبقى في الدرج في بكره اهي، البكره دي كده اي 5، تمام؟ بتلفها تديك كل المقاسات، تمام؟ بس احنا عايزينها اي 4 الطبيعي بتاعها، تمام؟ بعد كده نرجع هنا الزوم، لو حبيت تكبر الصورة أو تصغرها، بس هي الأساسي بتاعها بتبقى 100%، تمام؟ وهنا درجة اللون، لو انت حاطط صورة عايز تغمقها أو عايز تفتحها بيبقى مع خلال إن ما هنفتحوها كده يا هنغمقوها كده، تمام؟ تاني حاجة الدوبلكس، لو حبيت تصور صورة بطاقة، فانت دلوقتي يعني مثلا عايز تصور صورة بطاقة، فبتختار one size two size، تمام؟ وتحط بطاقتك كده هنا اهوت في الحتة ديت. بعد كده بتقوم جاي قافل ودايس تصوير. بعد كده بتقوم جاي مطلع البطاقة لففها ومنزلها تحت سنة وقافل ودايس تصوير. بعد كده يظهر لك هنا كلمة فينيش، بتدوس فينيش يطلع لك صورة البطاقة وش وظهر، تمام؟ بالنسبة للفيدر، ده الفيدر بنحط فيه الورق كده، الوش اللي انا عايزه بيبقى من فوق اللي عايز اصوره، تمام؟ طبعا هنرجع ايه المكنة زي ما كانت. انا عايز الوش اللي اتصور هو ده اللي هيبقى من فوق، تمام؟ فبدوس تصوير، ده الوش اهو، تمام؟ طب انا لو عايز وش وظهر بحط الصورة انا اهوت الفيدر من فوق واقول له ايه تو سايز، يعني عايز الورقة وش وظهر. هو بيبدأ كده الورقة تطلع معايا وش وظهر، تمام؟ بعد كده ارجع كل حاجة زي ما كانت برضه عشان بنكمل الفيديو مع بعضينا، تمام؟ ادي الورقة طلعت وش وظهر، تمام. تصوير بقى، بندوس هنا اهو نحط الورقة بتاعتنا بتبقى في الزاوية اللي جوه دي، وبنقفل وبندوس تصوير.
وركز معايا في الفيديو ما تطلعش منه، لان الفيديو مهم ومش هتلاقي حد يشرح لك بالطريقه اللي انا بشرح لك بيها. ادي الورقه بتاعتنا ظهر خط معايا اهوت، لو انتم ملاحظين ان وانا بصور في خط ظهر في الورقه، مع اني انا لما جيت طبعت الورقه دي مطبوعه ما كانش فيها خطوط ولا حاجه. فايه السبب؟ هقول لك انا ايه السبب دلوقتي. الحاجه اللي انت هتعملها ان انت هتفتح كده، طالما هي عملت كده معانا، يبقى المرايه دي فيها حاجه متوسخه، فاحنا هننضف المرايه دي كويس جدا كده، مرايه الفيدر. تمام. بعد ما نضفناها كويس، طبعا عشان لسه المكنه جايه فانا لسه بكتشف ايه مشاكلها الاولى، عشان كده بقول لك تابع معايا الفيديو لانه بجد مهم جدا. وهنا اهو مفيش اي خطوط. تمام. احط ورقتي فوق وابدا اصورها. تمام. ادي بص مفيش اي خطوط ظهرت والورقه طلعت كويسه. ده بيتعمل طبعا اول ما بنجيب المكنه بتاعتنا. تمام. تاني حاجه، انت عايز تصور وش وظهر في نفس الورقه، بطاقه وش وظهر الاتنين فوق بعض من عن طريق النجمه دي. تعمل اي دي كارد كوبي وبتبدا تصور وش البطاقه